شوف بسوي الحين طبخة كذي حلوة بالكرواسان. البصل شرايح، طبعا ما حطيت زيت لأن بالبداية شويت الهمبرجر، والبرجر عادة يطلع دهن. بعد ما شويته قطعتها بهالطريقة هذه. نزلت البصل، حطيني المشروم، حط المشروم، وننزل البرجر عقب. وأحلى حمسة نقدر نحشيها بالتوست ولا الكرواسان اللي تبونه. بعد ما شوحت البصل مع الفطر، الحين نزلت الهمبرجر مستوي وخالص وجاهز. اللي راح نسويه عندنا الصويا صوص، سواء الثقيلة أو الخفيفة. ناخذ ونعطر بس، نقلبهم كذي ياخذون نكهة وخلصنا. الحين أي نوع كرواسان عندكم، الحجم الصغير في قالب الميني كيك، نفتحها على جنب أو من النص ونفتحها بهالطريقة هذه وخلاص. ونحط جبن السائل، أي نوع جبن سائل. وهذا الحشوة اللي سويناها اللي مطعمة بالصويا. وعقب نحط الجبن على الوجه وندخلهم الفرن وبس. والحين آخر شيء نحط عليها جبنة الموزاريلا، ما تاخذ وقت، على طول الفرن تكونون شابينه وحار، تدخلونها ما دقيقتين وتطلعونها بس. سلامتكم. تقدرون تحطون أي حشوة تعجبكم، بطاط اللي يوز لكم. أنا حطيت الهمبرجر هذا اللي بالصويا، وايد لذيذة.